أعزائي المشاهدين، تستمر لقاءاتنا مع ملاك الهجن. اليوم لنا لقاء مع سيف بن خلفان الغويص. نرحب بك منصور. يا مرحبا السلام. منصور، بداية عرفنا بشخصك الكريم ومتى دخولك في عالم الهجن. والله أنا بديت في الهجن من يوم أنا صغير أركبي. نعم. كان عمري 7 سنوات وأنا أركبي. نعم. واستمريت لحد الآن. ما شاء الله. نعم، بني ركبي وخلاص سويت إرجاع وصلت في المسيرة. نعم. من بعد الركبي تحولت طبعا في معية الأهل أو في معية الوالد، ومتى متى بدأ الشغف وبدأ العشق، ومتى بدأت تمتلك أول مطية؟ الحين أسرة كلها في هاي الشغلة، في السباقات الهجن. اي نعم. نعم. أهلي قبري، إخواني قبري. لما طلعت على الحياة هذه وشفتها واستمريت فيها، حصلت ناس يعني يركضون ويجتهدون هاي الشغلة، وإخواني يركضون وأهلي يركضون. أبوي الله يرحمه كان يركض. تعيش. واستمرينا فيها لحد الآن. وبالنسبة لي والله وايد بعد الركب شيء يذكره وشيء ما يذكره. نعم. نعم. بس في سنة تقريبا 98 عندي قعود في مستحيل. أول مطية تسبق لي تاخذ سيارة في رد الشواء. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. وبعدين متى استقل أبو منصور وصارت له عزبة وصار بضمر وصار كمالك ومضمر؟ نحن الله يطول عمره أول ما تعلمنا الركض، يعني استمرينا في الشغلة هذه وعرفناها، اتبنانا الشيخ محمد الله يطول عمره وسوى لنا عزب وشجعنا وركضنا واستمرينا في الركض هذا كامل لحد الآن. يعني نركض ويطول عمره وراشد ما قصر فينا. أكثر الناس دعمهم بالعزب وسووا عزب وسووا ركاب وركضوا واستمروا في الركض. نعم. يمكن أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حضر المهرجان. كيف أنت كمالك بتشوف حضوره واهتمامه ودعمه ومتابعته الله يطول عمره؟ شوف حضور محمد بن راشد طول عمره أمس مو مهرجان، صار له الهجن مهرجانين. نعم. استانسوا بشوفه وارتاحوا وتباشروا، استانسوا لي قائد كبر هذا المستوى وحضر هذا الريس. هذا مستوى كريم، ووصوله هني فرحة لها الهجن وارتاحوا وشوفه وصله. هذا دعم للجيل هذا والجيل المستقبل، الناس كلهم فرحوا. نعم. لو احنا رجعنا للتاريخ أبو منصور وانت متابع، رياضة الهجن بدأت من اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واخوانه ودعموا هذه الرياضة. حدثني عن الرياضة وعلاقة الإمارات وعلاقة حكام الإمارات بها. شوف، في أول بداية الإمارات، الاتحاد الإمارات، يمكن صار شوي يهجرون هذه الرياضة. نعم. ولكن زايد الله يرحمه قال لهم صبروا، نحن بنعمل لكم شيء تستفيدون من هذه الهجن. نعم. يعني في مقولة أنا شفتها، كانوا الناس يبون يستبعدون هذه الفئة من الهجن. نعم. يعني ما كانت لها فائدة، كانوا أول يستعملون حق المكدة الحمد لله أن البلاد تطورت. نعم. قال لهم زايد صبروا شوي، نحن بنعمل لكم شيء فائدة لهذه الهجن وتستمرون معها. واستمر معها المغفور الشيخ زايد ودعم هذه الشغلة، واستمرت إلى الحين، واستمرت اللي كملوها عياله الله. أنجال الله. نعم. الشيخ خليفة الله يرحمه، وحين الشيخ محمد بن زايد يعني قام بها بأحسن صورة. نعم. لو تكلمنا عن
عن بعض معوقات الهجن اللي هي او زي ما بيقولوا فتره الراكب ما قبل الراكب الآلي والراكب البشري، وكانت هناك مشكله. كيف ابو منصور القاده والحكام والشيوخ الله يحفظهم كيف قدروا يتغلبوا على النقطه هذه؟ شوف، يوميا الآلي أكثر الناس تأثروا وقالوا يعني أنا عندي ناقة في الموسم هذا جليلة. نعم. جليلة ناقة بن حمودة، أنا بعتها ما شاء الله في الأزمة هذه. كانت ناقة سبوق، لكني أنا استغنيت أنا وبعض الناس اللي أكثر الناس يعني تأثروا، وقفوا عن الشغلة هذه، تأثروا. الشيوخ الله يطول عمرهم قالوا صبروا، يعني صبروا. الركبي ممنوع، البشري ممنوع، هذا خلاص. نحن تأثرنا، لكن الحاكم حكيم. نعم. الحاكم حكيم، قال صبروا، نحن نعمل لكم شيء تستفيدون منه ولا يأثر عليكم ولا يأثر على حقوق الإنسان. نعم. طول عمرهم ودعمهم صاروا وفكروا في الشغلة هذه وجابوا لنا الآلي اللي ما يأثر علينا نحن ولا يأثر على حقوق الإنسان ولا يأثر على حاجة. الأول مثلا أنت عندك ركبي صغير، نحن 4 5 في العزبة كلنا نشوف هذا ركبي، يعني نبادى كل واحد شوط 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 شوط، فيجهد الطفل. يجهد الطفل. نعم. وانت يعني انت الانسان مستحي، وفي خطر على حياته بعد. على حياته، وانت تكون يعني مستحي منه انك تعطيه، لكن اليميله اللي فيك انت. نعم. زين. ولكن فكروا في الجهاز هذا الآلي اللي استغلوا الناس عن الراكب البشري وحفظوا حقوق الإنسان. نعم. نعم. وبعد فكرة السنقل والانطلاق وكمان يعني كانت الناس يعني كانت اللي بيقودوا المطية او المسؤول يعني كان ممكن يتأثر. لكن وصلت لمرحلة انه لا في ضرر ولا ضرر. نعم. كان اول في حق هذه الشغلة لها عامل خاص. نعم. يقبض على الحبل، يسمى احنا قبل قديما نسميه الحبل هذا. نعم. الستارت. نعم. ولكن نحن نخاف عليه، يعني يمكن حد يعني استصاب في هذا الشيء، يعني إصابة بسيطة، لكن نحن ما نحب أنا يعني أنا واحد يتأثر في هذا. نعم صحيح. زين. وعملوا السنقل هذا، وحين الحمد لله تعال في السيارة وحط مطيك على السنقل وعاملك يطلع سليم ومطيك سليمة. ما شاء الله. وهذه بعد من الاشياء اللي تحسب لاصحاب السمو الشيوخ. نعم. وللمسؤولين. نعم. لو رجعنا لعزبة ابو منصور، سبق او بيع او انتاج، حدثني عن انتاجك وعن الفحول وعن ما تحوي العزبة. انا اكثر عزبتي انتاج. نعم. انتاج. تحب الانتاج؟ نعم. احب الانتاج، وانتاج الحمد لله طيب، انا ارضى به. نعم. وحققت الحمد لله رمز، وحققت شوط العمالقة، وحققت سيارات الحمد لله كثيرة يعني. نعم. جوائز كثيرة الحمد لله رب العالمين. نعم. الرمز تذكر ايش اللي حققت على ايش؟ رمز فضاء اللي اخذها حجن الرئاسة، اخذت رمز عندي انا، واخذت رمز في المرموم عند الرئاسة. هنا. ما شاء الله. هنا. حدثني عن الفحول اللي انت في الانتاج بتركز عليها. والله انا عندي بعير اسميه سلهود، الحمد لله يعني من سلالة سوقان، الحمد لله يعني انتاجه طيب. نعم. وانا يمكن الناس احب السلاله هاي، السلاله السوقانيه. نعم. والحمد لله يعني انتجت منه وايد وبعت منه وايد، وعندي انتاج بوش منه وايد، ويبدر الحمد لله. يعني شوف الايام هذه كالمالك الخاص
زي مثلي انا والربع من بوشه الخاصه، اذا يطلع كل سنه هنتين ثلاث اربع. كويس كويس. الحمد لله. ممتاز. يعني احنا على قدنا الحين بوشنا يطلع كل سنه وحده هنتين ثلاث اربع، هنتين ثلاث اربع، والحمد لله يركبهم. نعم. نعم. لو حبينا نتحدث عن علاقة أهل الهجن ببعض، سواء في المنافسات ويسلموا بعضهم، ولا في العلاقات، يعني أنت لما تروح قطر، أنت لما تروح الكويت، لما تروح سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، حدثني عن العلاقة بين أهل الهجن. شوف، نحن أول علاقتنا كانت أهل دبي، يلا بس أهل دبي. نعم. وتطورت إلى وصلت رباعتنا هذه إلى أهل العين وأهل أبو ظبي وأهل الدول يعني الشمالية. زين. وتعرفنا على دولة الإمارات وكبرت الدائرة. عقب تعرفنا على مثلا إخواننا العمانيين، إخواننا القطريين، السعوديين، يعني مجلس تعاون كامل. نعم. الحين الحمد لله لما نسير نركض مكان ما نحس بغربة. نعم. عند اخواننا كأننا يعني في بلادنا. صحيح. كأننا في دارنا، العزب مفتوحة لنا، وهم بعد يوميون عندنا ما يحسون بالغربة. نعم. يقعدون في مكانهم. علاقة مميزة ما بتلاقيها في أي رياضة ثانية. لا، أخوة بيننا صارت يعني كثيرة. نعم. أخوة كثيرة. نعم. استمرارية الرياضة وعلاقة أولادك أنجالك بالهجن، حدثنا عنها. نحن الحمد لله مستمرين في هذا الركض وقايمين عليه، ونشجع عيالنا أنهم ما يتخلون عن هذه الرياضة. نحن نيب أول ما نيب الحشاوين صغار. نعم. يقعدون العيال وكل واحد ياخذ مطية يقول هذه حقي وهذه حقي، يعني حقي. نعم. يخلقون عندهم روح التنافس. نعم. روح التنافس، ويحبون هذه الشغلة، واللي يروح الدوام من يخلص يا، واللي يروح الدراسة من يخلص يا، واللي عنده كلية من يخلص يا. يعني يحبون يقعدون في العزبة، ما يروحون يعني مكان، يجلسون في عزبته وكل واحد يطالع مطيته وكل واحد يطالع ناقته وكل واحد يقول يرمس ويتزامطون بينهم وبين بعض. نعم. ويصير عندهم التنافس، وهذه جلسة يعني مريحة. نعم. في نهاية اللقاء رسالة بتوجهها لمشاهدينا ومتابعينا. والله أنا أشكركم وأشكر قناتكم اللي حاولتوا أن تواصلون بيننا وبين الجهة اللي برع، وأنا أشكر القيادة والحكومة على رأسهم سيدي الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأعضاء المجلس، والسمو الشيخ حمدان بن محمد، والشيخ منصور، والشيخ سلطان بن حمدان، معالي الشيخ سلطان بن حمدان، الله يطول عمارهم. ما خلونا نحس بنقص، وكل شيء موفر لنا. الركض من شهر 9 وحين هذا علينا بيجي إن شاء الله شهر يعني قريب 4. نعم. يعني ركض والحمد لله، مشاري وبيع وشراء وتسعيرات، وكل ما يبونه يحاولون الحكام الله يطول اعمارهم يرضوا بالشعب، يرضوا بالشعب في ركض، في طال عمرك برامج، في كل حاجه الى انهم يتوصلون الى ارضاء هذا المواطن. والحمد لله الله يطول عمارهم، والله يرحم الشيخ زايد يا رب العالمين، ويرحم الشيخ راشد بن سعيد وحمدان بن راشد. الشيخ حمدان بن راشد كان له بصمه قويه في هذا السباق. نعم. صحيح. واحنا بنشكرك على هذا اللقاء الطيب. وابو مرثور دائما عزبتك مفتوحه للاعلاميين ولا الملاك ولا الجميع، وربنا يوفقك ويبارك لك في اولادك وفي حلالك. هذه عزبكم، الله يرحم والديك. مرحبا. شكرا.